هذا نوريك. سوي لايك، شير، سبسكرايب. الانحلال الأخلاقي ظاهرة خطيرة جدا، وخاصة في السنوات الأخيرة، وخطورتها أنها تلقي بظلالها على كل الأفراد وعلى المجتمع وعلى الدولة كذلك. بيجي البعض يقول لي يا أخي إيش معنى الانحلال الأخلاقي؟ ببساطة هو فقدان بعض الشباب والشابات القيم والمبادئ الأخلاقية والإسلامية، وهذا الانحطاط السلوكي له عدة أسباب. أول شيء التعليم في بلادنا في السنوات الأخيرة وخاصة سنوات الحرب أصبح معظم أفراد المجتمع بلا تعليم، وإذا في تعليم يكون رديء جدا، وكمان هيبة المدرس منعدمة تماما. يكون الجاهل عمره 7 ولا 8 سنوات، تجي تكلمه على الدراسة، ادرس يا ابني ولا شيء، مالك مو من دراسة، عاد قراد ما يقدر يتكلم، قد غريته بعده أنا مالك مو من دراسة نفسي زواجة، يعني يتكلم على الزواجة وعاد عمره 7 ولا 8 سنوات. يا ابني هقع والله أشوتك أرجعك بطن أمك قال شي زواجة. العزيبة ملان داخل الاستديو وثاني شيء التربية. أول ما يعلموا الطفل عندنا ببلادنا يعلموه القنص، يلا بابا طفع عمو نفس الفيديو هذا شوفوه. عادل بابا قلت افعل عمك، قلت افعل عمك. ايه بابا ايه اتفل عليه، ايه بابا اتفل عليه اتفل عليه. ولا السب، يلا سب يا عمو، سب لعمو امك عدد. وثالث شيء الدين، إذا ما تعلمنا ديننا صح وما فهمناه وحللنا اللي نشتي وحرمنا اللي نشتي، مستحيل إنه نبني مجتمع حضاري أو دولة مزدهرة. زي أخونا هذا اللي جالس يحلل ويحرم اللي يشتي، شوفوا الفيديو. الحشيش مش حرام، البيرة حلال. من قال حرام؟ يجي يوجهني حلال، الويسكي والخمر وكل حلال حلال، اللي قال حرام كذاب. من حرمهن. بمناسبة شهر رمضان حبيت أن أعلن لكم اللحم الخنزير حلال. لحم الخنزير ليس محرم، ومن قال لكم لحم الخنزير حرام كاذب يا جماعة. عشان الله بشهر رمضان يقبل صلواتك أو صيامك لازم تأكل لحم الخنزير تكمل دينك. لعبة البابجي حرام، لعبة البابجي من المنكرات، يعني زي الحشيش والخمر والويسكي. انت يوم تلعب لعبة البابجي وكعرب بالتيارة انت تعد انك بتحشش، يعني تعد انك انت قاعد بتسكر. الاخ هذا يا انه شارب شيء يا انه قدومه كلب وقاهل. مش طبيعي والله مش طبيعي. مكناه مث حلام، هذا مث حلام، انا عاد قرد، هذا اللي نتكلم عنه في الزواجه بس تطور دحين، بقي القردها اللي وقده كبير ويحلل يحرم اللي يشتي. على قولة احمد مساد وقال الحصاله اللهم لا شمترس. تعتبر الأخلاق هي الضامن الوحيد لاستمرارية الحياة على سطح الكرة الأرضية بمودة وسلام ومحبة، وهي الضامن أيضا لاستمرارية النهضة، فانعدامها يعني الدمار والخيبة والخسران. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو في المرتبة الأولى في الأخلاق، فقد قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فقدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن اتبعناه فقد فلحنا. سلام.